السلام عليكم. النهارده هنعمل الصابليه بطريقه سهله جدا وبسيطه. العجينه بتاعه الصابليه اللي انا هقولك عليها مقاديرها مظبوطه جدا. هيطلع معاكي ناعم. الكميه اللي احنا عاملينها طبعا لو جايبينها من بره هتبقى سعرها عالي جدا، لان طبعا اسعار الشوكولاتات غليت. فطبعا لو عملناها في البيت هتبقى باسعار كويسه جدا. يلا بينا نبدا كده ونشوف هنعمل ايه. عندي هنا 500 جرام من الزبدة، يعني نص كيلو. طبعا بدرجة حرارة المطبخ. انا مقطعاها مكعبات كده بالمنظر ده علشان تتضرب معايا على طول. طبعا يا ريت نوع الزبدة يبقى نوع كويس جدا علشان يديكي طعم كويس ويديكي النتيجة اللي انت عايزاها. عندي السكر البودر حوالي 250 جرام من السكر البودر، انا طحناه في البيت. لو انت جايباه من بره جاهز مفيش اي مشكلة، بس الجاهز اللي بره بيبقى فيه شوية من النشا. فاللي احنا طحنينه في البيت بيبقى سكر بودر بس. هخلط بقى الزبدة مع السكر كويس جدا لحد ما السكر يختفي معايا تماما، والزبدة يبقى لونها فاتح وتبقى كريمي. في المرحلة دي هنبتدي نشوف هنعمل ايه. لكن المرحلة اللي هي بتاعت ضرب الزبدة مع السكر لازم تخلي بالك منها كويس جدا. ولازم تدوب تماما تبقى كريمي معاكي. طبعا انا بلم من الجوانب هنا، بتاخد بوقت معايا شوية. لو انت طبعا بتعمليها على ايدك برضو مش هتاخد وقت معاكي ولا اي حاجة. لان الزبدة مجرد ما هتعمليها بايديكي كتير هتلاقيها ساحت خالص كده، وهتبقى لينة معاكي على طول. فحتى لو ما عندكيش عجان ما تقلقيش خالص، الزبدة هتتعمل معاكي على طول. انا بصوا عايزاها بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين، ولونها فاتح جدا. هي كده خلصت معايا خلاص. هبتدي انزل بالدقيق. عندي 750 جرام من الدقيق. هبتدي بقى في المرحلة دي اخلط بايديا مش بالعجان لحد ما الدقيق يختفي معايا تماما. واول ما الدقيق يختفي معايا ما ينفعش اعجن خالص علشان الصابليه ما ينشفش معاكي. يبقى ناعم ويبقى دايب كده من جوه. هي العجينة طبعا بتبقى ملزقة شوية، بس بعد ما الدقيق يختفي خالص بنغسل ايدينا طبعا، وبنشيل خالص العجين اللي في ايدينا. فلما تيجي تلم العجينة تاني هتتلم معاكي بكل سهولة. انا هقسم العجينة هنا لنصين. هعمل نصها ابيض عادي والنص التاني بالكاكاو. بصوا لسه في دقيق كده من تحت شوية. لازم الدقيق يختفي معاكي خالص. انا كده حطيت النص اللي هو ابيض، والنص التاني اللي عندي هحط له كاكاو. الكاكاو اللي انا هحطه كاكاو خام. هحط حوالي معلقة، ولازم طبعا ننخله لان بيبقى فيه كتل كده، فلازم ننخله كويس جدا. انا حطيت معلقة كده من الكاكاو، وما نزودش عشان العجينة ما تنشفش معانا. واخلطها كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين لحد ما الكاكاو يختفي خالص. كده خلاص الكاكاو معايا اختفى تماما. طبعا انا بحطها على كيس علشان العجينة ما تبقاش ملزقة معايا. فكل شغلنا على طول هيبقى بالمنظر ده. كده خلاص انا عجنت الكاكاو كويس جدا. هبتدي اخدها كده في الكيس. طبعا بريحها في التلاجة لمدة ساعة علشان نعرف نشكلها. انت ممكن تشتغلي بيها على طول مفيش اي مشكلة، بس هتبقى صعبة جدا في ان انت تطلعي الشكل مظبوط. بلمها كده بالمنظر ده. وطبعا هدخلها التلاجة ترتاح لمدة ساعة، وبعد كده هرجع اشتغل بيها. طبعا لو زودت دقيق الصابليه هيطلع معاكي ناشف، فما تقلقيش خالص لما تتحط في التلاجة. العجينة هتمسك معانا والزبدة هتبقى متماسكة وكل حاجة، فهنعرف نشكلها. انا دلوقتي هدخلها التلاجة وبعد كده نرجع نشتغل. انا دلوقتي عندي القوالب دي زي ما انتوا شايفين كده، وعندي قطاعات. طبعا اي قطاعة عندك تشتغلي باي حاجة متوفرة عندك. دلوقتي بعد ما العجينة ارتاحت معايا كويس جدا، بصوا متماسكة جدا. يعني هعرف اشكلها. هبتدي اجيب كيس كده من تحت. طبعا اكياس التلاجة بتسهل عليا كتير في ان انا اطلع الشكل مظبوط. هحط كده حبة كده من العجينة.
وهفردها بالمنظر ده. انا حطيت طبعا كيس من فوق. لو فردنا على طول بالنشابة العجينة هتلزق على طول في النشابة، فاسهل حاجة بالنسبة لك ان انتي تحطي اكياس. انا بعد ما فردتها كده طبعا هقطعها بالقطاعة، ويا ريت لما تيجي تقطعيها تبقى الاعداد عندك مجوز. بعد كده هحطها في الفريزر تشد شوية، وبعد كده هوريكي هتطلع ازاي معايا بكل سهولة. انا على فكرة كده حطيتها في الفريزر حتى تحس ان هي ماسكة معايا بالمنظر ده. بصوا الشكل بيطلع مظبوط جدا. ابتدي احطها في الصاجات، وطبعا اللي بيتبقى معايا كده بشكله تاني، وبعد ما اشكله بحطه في الفريزر 10 دقايق بالكتير، وبعد كده بيطلع معايا على طول. انا الصاج اللي انا بحط بالكاكاو، وبحط اللي هو الفاتح علشان السوا بتاع الكاكاو يبقى مظبوط، لان طبعا الفاتح لما يستوي معايا يبقى كده الكاكاو استوى. طبعا هدخلها الفرن على طول. وعندي بقى القوالب دي، باخد قطعة كده من العجينة وابتدي اضغط كده بايديا، واطلع الزيادات من على الجنب كده بالشكل ده كده. برضو بحط الفانيليا مع الكاكاو علشان السوا بتاع الكاكاو يبقى باين معايا ان هو استوى. طبعا لما اجي ادخلها الفرن ببقى فاتحه الفرن طبعا من قبليها بربع ساعه. بدخلها على فرن سخن على درجه حراره 180، بتقعد حوالي ربع ساعه معايا. ربع ساعه اول ما تحمر من تحت ببتدي اطلعها على طول. طبعا دي بقى قبل ما ادخلها الفرن بعملها بالشوكه كده بالمنظر ده علشان يعني ما تتنفخش معايا، واعرف احشيها بعد كده. فلازم اعملها بالشوكه بالمنظر ده. انا بقى هدخلهم برضو الفرن زي ما قلتلك يبقى على فرن سخن على درجه حراره 180. دلوقتي بقى هنشكل الحاجه اللي احنا عملناها. بصوا النعوميه بتاعته تحفه جدا. عايزه اقولك ان هو طري جدا وناعم جدا. طبعا عشان الموضوع يبقى سهل معانا جدا انا بعمل الحاجة دي في يوم، وبعد كده بشكل بقى وبزين في يوم تاني خالص علشان التزيين يطلع معاكي مظبوط. انا عندي هنا دي مربى حليب، وطبعا عندي شوكولاتة اللي هي بالحليب او شوكولاتة دارك اللي عندك استخدميه. وكمان عندي مكسرات اي نوع عندك، وسبرينجلز اي حاجة ممكن تزيني بيها. انا دلوقتي بصوا اللي انا عملته بالقالب ده ببتدي احط فيه مربى الحليب كده بالمنظر ده، ومش بملاها كتير. وبحط اي نوع بقى مكسرات عندك ممكن تسيبيها ساده مفيش اي مشكله. طبعا عايزه اقولك ان الشوكولاته لما نيجي نسيحها على حمام مائي نخلي بالنا كويس جدا ان ما يدخلهاش اي نقطه ميه علشان ما تخرصش معاكي وتبوظ. فنخلي بالنا من النقطه دي كويس جدا. وبعد ما نسيحها نحط لها معلقه كبيره من الزيت او معلقتين. انا اللي عندي هنا حطيت معلقتين لان دي 400 جرام من الشوكولاته. مش قادره اقولك طبعا الشوكولاته اللي هي بالحليب طعمها تحفه جدا. انا هعمل بيها كلها. طبعا بجيب زي ما انتوا شايفين كده اللي هي المدوره دي، بحط شوكولاته كده من جوه، وممكن تحشيها اي حاجه انت حباها. ممكن تحطي مربى، بس انا ما بحبش المربى خالص لان بحس ان هي بتطر معايا الصابليه. آه، طبعا بعمل كده كميه واحطها تمسك شويه الشوكولاته تمسك معايا عشان اعرف ادخلها في الشوكولاته تاني واغلفها كلها. طبعا التزيين ده يرجع لك انتي مفيش اي مشكله. كمان ممكن نحشيها، انا هوريها لكم دلوقتي بمربى الحليب. طعمها تحفه جدا. في كذا طبعا حشوه ممكن نحشي بيها. هقولك برضو دلوقتي ممكن تعملي الجناش بتاع الشوكولاته ازاي في البيت لو انت عايزه تحشي برضو بالقوالب اللي احنا عملناها. هقولك دلوقتي تعملي الجناش الاقتصادي ازاي لو انت ما عندكيش مربى الحليب. عندنا كوبايه من الميه ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر، ربع كوبايه من الزيت، و2 كوبايه من الشوكولاته الخام. طبعا لو انت هتعملي نص الكميه هتقللي المقادير دي. بنحط الميه مع الكريم شانتيه وبنسخنهم كويس جدا. بعد كده بنرفعهم من على النار، وبعد كده بنحط الشوكولاته ونقلب، ما نخليش الشوكولاته على النار علشان ما تخرصش معاكي. بعد ما بنحط الشوكولاتة وبنحس ان هي دابت خالص كويس جدا، ببتدي احط الزيت.
طبعا بعد ما حطيت الزيت بقلبه كويس جدا، بتحسيها ان هي تقلت معانا، وبعد كده بتحطيها في التلاجة وتشتغلي بيها عادي، مفيش اي مشكلة. طبعا هتبقى عاملة زي مربة الحليب كده وكمان متماسكة عنها. دلوقتي بقى هبتدي امسك واحدة واحدة كده واغطيها بالشوكولاتة كويس جدا، وبعد كده بحطها على شوكة كده بالمنظر ده، وابتدي اصفي الشوكولاتة منها كده، عشان طبعا القاعدة اللي تحت ما تبقاش يعني فيها شوكولاتة زيادة. بصوا كده انا بنزل الشوكولاتة اهو زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بنزلها وبنزلها على اكياس التلاجة زي ما انتوا شايفينها كده، علشان تتشال معاكي على طول. عايزة اقولك ان اكياس التلاجة دي كويسة جدا، لان احنا بعد ما نشتغل طبعا الدنيا بتتبهدل معانا، فالشوكولاتة اللي هتبقى موجودة في الاكياس دي بتتشال بكل سهولة، فينفع نستخدمها تاني، يعني مفيش حاجة هنهدرها ابدا. انزل كده بالراحة، وابتدي بقى ازين التزيين اللي انتي حباه، مفيش اي مشكلة. وممكن تسيبيها سادة كده تبقى حلوة جدا. انا عايزه اقولك ان الشغل ممتع جدا. فلما تيجي تشتغلي وتزيني خليه يوم لوحده خالص، علشان تزيني الحاجه بشكل حلو. لان طبعا لما بنيجي نسوي الصابليه بتبقى كميته كبيره كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، فهياخد معاكي وقت. وطبعا لازم نبقى واقفين قدام الفرن علشان ما يتلسعش معانا، فبيبقى يوم متعب شويه. فما نزينش في نفس اليوم، يا ريت نزينه في يوم تاني علشان تزيني حلو قوي. برضو ممكن تزيني بالوايت شوكليت او اللي هي الشوكولاتة الدارك، اي نوع بقى انت تفضليه. انا الشوكولاتة اللي انا مستخدماها هنا دريم. برضو في انواع تانية للشوكولاتات حلوة جدا. عندك سما، عندك دكتور بيكر، كل الانواع دي كويسة جدا. بس اهم حاجة علشان الشوكولاتة تبقى انسيابية معاكي بالمنظر ده كده، ما تبقاش مخرزة وانتي بتسيحيها على حمام البخار، ما يدخلهاش ولا نقطة مية. وبرضو لما تيجي تشيلي الطبق اللي انتي سيحتي فيه امسحيه من تحت على طول، علشان طبعا مطرح البخار والحاجات دي بيبقى فيه نقط كده من المية، فنخلي بالنا كويس جدا. وبرضو الزيت اللي انتي بتحطيه على الشوكولاتة ما يبقاش نوع زيت مش حلو، لان هيديكي طعم مش كويس. طبعا عندي هنا بقى انا حاطه في الكيس ده شوكولاته دارك علشان ازين بيها، فطبعا هي لونها اغمق شويه، فتبقى باينه كده وتبقى شكلها حلو. زي ما قلتلك التزيين ده حسب ما انتي اللي بتحبي. طبعا الشوكولاته دي برضو انا مسيحاها وحطاها في كيس وفتحاها كده فتحه صغيره جدا جدا علشان تنزل لي خطوط رفيعه. انا بوريكوا اشكال كتيره من التزيين، والتزيين ده برضو حسب ذوقك. طبعا بنشيلها في علبة مقفولة كويس جدا، وبنخليها بره التلاجة، مفيش اي مشكلة. طبعا الجو عندنا دلوقتي مش حر، فالشوكولاتة مش هتسيح معانا. لو انت بقى في صيف او في حاجة او داخلين صيف وخايفة ان هي تسيح معاكي، في حاجة اسمها شمع غذائي كده بنجيبه من عند مستلزمات الحلواني. ده بنحطه على الشوكولاتة بعد ما بنسيحها. مستحيل الشوكولاتة تسيح معانا ابدا، يعني الشوكولاته مش هتسيح معاكي خالص. وحتى لو احنا دلوقتي انا دلوقتي ما حطيتش الشمع الغذائي، بس انتي حطيها بعيد عن المطبخ خالص، بعيد عن اي حرارة، وهي مش هتسيح معاكي، بس تبقى مقفولة كويس جدا. وكمان اللي انتي ما زينتيهوش تحطيه في علبة برضو لوحدها على جنب لحد ما تيجي تستخدميها. عندي بقى الشوكولاته الدارك اللي انتوا شايفينها دي برضو مسيحاها وحطاها في كيس كده، وفتحاه فتحه صغيره جدا، وبعمل خطوط بقى عكس بعضها كده، بس الفتحه تبقى صغيره جدا علشان تطلع لك الخطوط رفيعه. عندنا دي السبرينجلز، اي شكل بقى تزيني بيها، وممكن تعملي الخطوط دي بس من غير ما نحط اي حاجه خالص، بتدي شكل حلو جدا. برضو لو عندك جوز هند ممكن تزيني بيه، مفيش اي مشكله. طبعا زي ما قلتلك قبل كده ان التزيين ده بياخد وقت كبير جدا، فاحسن حاجة ان احنا نعمله في يوم ونزين في يوم تاني عشان التزيين يبقى مظبوط معاكي. انا خدت واحدة دلوقتي
بالشكل ده كده، وعملتها نصها بس بالشوكولاتة. يعني ده شكل تاني من التزيين. بنزل بقى الزوايد كده كويس جدا. اهم حاجة منستعجلش واحنا بنزين، وتكوني رايقة تماما علشان الحاجة تطلع معاكي مظبوطة. طبعا لو انت عايزة تحشي برضو بنوتيلا او بلوتس، اي حاجة عايزة تحشي بيها مفيش اي مشكلة. الطعم طبعا اللي انت بتفضليه. انا عملت برضو التانية كده بالكاكاو. وهنزل الزوايد كده زي ما انتوا شايفين واحطها على الكيس، وابتدي اجيب الشوكولاتة الدارك، او لو عندك الوايت شوكليت اي حاجة بتزيني بيها، وابتدي اعمل خطوط رفيعة بالمنظر ده كده، بتدي شكل حلو قوي. ده برضو نوع كده تاني من التزيين. طبعا بسيبها بقى تنشف خالص والشوكولاتة تبقى مسكت على الصابليه، وبعد كده ابتدي انقلها من مكانها. طبعا الحاجات اللي بتبقى موجودة على الكيس دي زي ما قلتلك ان هي هتتشال بكل سهولة، يعني بايديكي كده هتتشال على طول. الزوايد بقى الموجودة دي بجيب سكينة كده، وابتدي زي كأني بعمل لها صنفرة كده، وبشيل الزوايد كده عشان يبقى شكلها حلو بالمنظر ده كده. بس كده خلاص، شكلها مفيش اي زوايد خالص من الجنب. انا كده خلصت الوصفة. هي فيها شغل كتير شوية، بس لو قسمناها على يومين زي ما قلتلك هتريحك جدا، وهتخلصي الكمية كلها بشكل مظبوط، وهتبقى مظبوطة معاكي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.